وتنفيذها لوكا مودريتش. فاولات منذ رحيل كريستيانو اللي غادر برنابيو وقد سجل 33 ضربة حرة. بالتأكيد المعاناة في الكرات الثابتة عند ريال مدريد. عرضية خطيرة بالراس وكرة، لكن ضاعت صارت خطيرة على مرتين. يبعد الدفاع خطيرة كانت كرة مودريتش. مشروع مرتدة يا اتلتيكو، الضربة يا اتلتيكو، الغدر يا اتلتيكو، الغدارة يا اتلتيكو، الغدارة يا موراتا، يا موراتا صافرة خطأ وطرد. نعم طرد لفالفيردي لرفض الهدف. كان يريد ان يغدر بريال مدريد. موريا موراتا اراد ان يغدر بريال مدريد، لكن فالفيردي رفض الهدف وخرج بالحمراء لتشتعل وتوزع البطاقات وتكون في قمة إثارتها وتكون في قمة نديتها، لتكون للعالم أجمع رسالة واضحة أن لا شيء، لا ديربي أقوى من ديربي مدريد، لا ديربي حاليا أقوى من ديربي مدريد. الديربي اللي لا يمكن أن تتنبأ بما يمكن أن يحدث في نتيجته، واللي إثارته تكون كبيرة ونجومه. هذه عادة، هذا الخطأ، هذه التمريرة. يورنتي، موراتا، فالفيردي أراد أن يقتل أو يقطع الطريق على موراتا، لم يعد عنده خيار آخر. كنت حتسجل فينا يا موراتا، عايز نعمل لك ايه؟ طبعا إعاقة واضحة من الخلف كمدافع أخير، طرد مستحق لفالفيردي. وبالتالي ريال مدريد في الأربع دقائق الأخيرة سيلعب ب10 لاعبين، سيلعب ب10 لاعبين. في مثل هذه الكرات إذا عندك لاعب فنان قادر على ترجمتها يخلص لك البطولة ويحط الكاس في جيبك، وتبدأ الاحتفالات من الآن. من جدة إلى مدريد في ساحة أتلتيكو وليست البيضاء لريال. إذا نجحوا في استغلال الكرة الثابتة في مكان خطير جدا، من سيكون خلفها؟ من سينتظرها؟ هنالك ساول طبعا يندب حقه موراتا، لأنه كان يتمنى أن يخلص المباراة بتلك الضربة. ينظر إلى هذه الفرصة اللي كانت ستعني أن موراتا يقود فريقه للفوز على ريال زيزو بالذات ويكون هو صاحب الهدف. الكرة الثابتة في مكان خطير. إن كتب لكم شيء يا روخي بلانكوس سيكون ربما مع هذه اللقطة، مع هذه الضربة، مع هذه الفرصة، مع هذه المحاولة، مع هذه الكرة الثابتة. تريبير نجم توتنهام، يا داني بالسلامة إن شاء الله. طبعا اللقطة كانت مثيرة، عادي في الديربيات. شوف اللقطة في الديربيات، أصلا الديربيات ما تحلى بهاللقطات. إنجليزي قادم من سبيرز ولا ساول ولا توماس، تريبير يلعبها لكن في الجدار.